ما كنتش متوقع انك توصل لكده، صح؟ سنة 2022 في الوقت ده كنت متوقع اني هوصل الفترة دي وهبقى مخلص كل المواد بقى، وبدأت مراجعة نهائية وخلصت كتاب مراجعة نهائية كمان في كل المواد. والحقيقة مش بس كده، ده كمان كنت متخيل ان يومي هيبقى كله انتاجية، واني هبقى تنين مجنح بقى، اللي هو بصحى انا بروح الدروس وبعد كده باجي اخلص كل اللي ورايا واخد من التراكم واخد الحاجات اللي بعد كده واخلص، وكتاب في 2 في 3، وفاكر ان نفسيتي هتبقى على طول الوقت عالية. اصل انا بسعى عشان احقق حلم يا جماعة. وإذا اتفاجئ ان انا بعد كده الاقي نفسي اليوم بايظ جدا، اللي هو انت بتصحى يا دوبك تروح الدرس، بعد ما تيجي الدرس يا دوبك اللي هو تخلص وتحاول تلم كل اللي انت بتحاول تلمه في الدرس عشان ما تتراكمش عليك حاجات جديده، وبعد كده تبدا تاخد من التراكمات القديمه. بعد كده وانت قاعد تلاقي نفسك فتحت اليوتيوب ولقيت مش عارف انت عندك مراجعه مع مين، والنظام بتاع الدكتور الفلاني اللي بدا قبل الامتحان بنص ساعه وقادر يلم الماده كلها. وبعد كده تلاقي في تشتت رهيب عندك، وترجع تاني يوم انا عايز ابدا جد، انا هبدا، بعد كده تروح دروس، بعد كده تعمل وكذا وكذا وكذا، ولحد ما تيجي تنام وبرده ما بتعملش اي حاجه. والحقيقه انه بالرغم من ان انا كنت دايما بسمع اليوتيوب وكنت تقريبا ما بمسكش الموبايل، ما كانش عندي موبايل اصلا وقتها، بس كنت بمسك اي موبايل في البيت عشان ابدا اتفرج على اليوتيوب دايما بالنصائح بتاعت الثانويه وكده. بس الحقيقه كنت دايما حاسس ان في حته كده انا يعني لسه ناقصه عندي، لسه حاسس دايما ان في حاجه انا عايز اسمعها بس مش لاقيها. فركز معايا عشان باذن الله النهارده هقول لك الكلام انا كنت محتاج اسمعه وانت النهارده محتاج تسمعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخبار عاملين يا معاك زياد السيد، اهلا وسهلا، تشرفنا. ركز معايا طويل الامر عشان تفهم كل الكلام اللي جاي. في الايه 76 من سوره النساء ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا. يا طالب الثانويه العسل دلوقتي طبيعي جدا يجي في دماغك تساؤل ازاي كيد الشيطان ضعيف واحنا في نفس الوقت دلوقتي بنلاقي كميه ذنوب مبهدله الكره الارضيه، وبتلاقي ناس كتير بعيده جدا عن ربنا سبحانه وتعالى. زي بعد كل اللي احنا شايفينه ده نلاقي سبحانه وتعالى يقول لنا ان كيد الشيطان ضعيف. لما بحثت عن الموضوع ده اكتشفت ان العلماء بيقولوا ان كيد الشيطان هو ضعيف على الانسان المؤمن الموحد بربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت بيستمد قوته من ربنا سبحانه وتعالى. بالك من ربنا سبحانه وتعالى مش من نفسه. تقصد ايه يا عم زياد؟ يعني انت تقصد احنا مش مؤمنين موحدين وبنستمد قوتنا من ربنا يعني؟ اكيد لا طبعا. والفكره انك لما تيجي النهارده تحلل تصرفاتنا في الفتره اللي انت فيها دلوقتي دي بتكتشف ان احنا دايما بنقول ان احنا مؤمنين بربنا سبحانه وتعالى، موحدين بيه، وراضيين بالكليه اللي ربنا سبحانه وتعالى هيجيبها، وكل حاجه ربنا هيعملها احنا راضيين بيها. وبتكتشف ان احنا تقريبا بنقول كده بلساننا بس، ولكن لما بتيجي بعد كده تشوف افكارك وعقلك وقلبك اصلا حاسس بايه، تلاقي ان معظم افكارك بتدور حوالين انا حاسس ان انا مش هوصل للمجموع اللي انا عايزه، حاسس ان انا مش هوصل للكليه اللي انا عايزها، حاسس ان انا هدخل الامتحان هلبش في الامتحان وهتضيع مني الدرجه، واول ماده هسقط فيها ومش عارف ايه. تلاقي كلها افكار ووساوس شيطانيه الشيطان فعلا ملجمك بيها. ساعتها انت بتعرف ان احنا فعلا اليقين لسه ما تمكنش مننا وما اتزرعش في قلوبنا كده، واحنا لسه ما وصلناش فعلا للمرحله اللي احنا يبقى كيد الشيطان بالنسبه لنا ضعيف. خد بالك انا مش بقول لك ان انت كده، انا بقول لك ان احنا كلنا كده، لان انا لسه زيك برضو عندي مشاكل في الكليه وعندي برضو حاجات انا محتاج اوصل فيها لليقين التام. انت يا راجل كمان لما بتبص للناس اللي في الكليه اللي انت نفسك تدخلها تروح قايل بشكل لا ارادي دول حققوا احلامهم، يعني انت نسبت الفضل ليهم بان هم تعبوا ووصلوا لحد ما حققوا احلامهم. مش بس اول تفكير ما جاش في بالك هو ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اكرمهم وتفضل عليهم بده. ايه 54 من سوره النساء برضو ربنا سبحانه وتعالى بيقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الحقيقة أنا لما بقرأ الآية دي بحس قد إيه أنا شخص جاهل بجد، قد إيه يعني إزاي أنت بتنسب الفضل للناس، إزاي أنت بتقول الشخص ده عنده كذا وكذا وكذا. ده يا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ده الفضل بتاع ربنا، أنت النعمة الكبيرة اللي مع الشخص أنت بتبص له عليها دي الشخص أصلا لا يملكها، ده هو مجرد فضل من ربنا موجود مع الشخص ده. فبالتالي لما تعوز أنت النعمة دي أو تعوز حاجة شبهها أو أحسن منها، فانت بتطلب النعمه من صاحبها مش من الشخص اللي هي موجوده معاه. والله يا عم زياده كده تقريبا فهمت يعني انك بتقول ان انا مهما تعبت ومهما جبت اخري ومهما عملت مش هوصل لاي حاجه غير لما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يتفضل عليا بيها، صح ولا ايه؟ الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ ده بقى بالظبط اللي انا فعلا عايز اوصله لك، انك لو عايز اي حاجه تبدا تطلبها من ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو كانت الحاجه دي على فكره اول الجمهوريه. ما اصل انت اقول لك حاجه دلوقتي، اول الجمهوريه ده مهما كان هو مين مش هيوصل ان هو يبقى اول جمهوريه غير لما ربنا يتفضل عليه بكده. بص يا عم زياد بصراحه ما اخبيش عليك كده، يعني انت زي اخويا، انا في ناس كتير سبقاني وانا شايف ان انا ما استحقش حاجه زي كده. يعني انا لسه في حاجات كتير ما راجعتهاش وفي حاجات كتير ما ذاكرتهاش، وفي ناس مخلصه من شهرين 3. الحقيقه انا كنت زيك بالظبط ومقتنع بالكلام ده، بس الحقيقه انا لما دخلت امتحان اخر السنه اكتشفت ان انا في معلومات انا كنت حافظها وحلل عليها وفاهمها وصاممها،
ولما دخلت حلتها في الامتحان تخيل حلتها غلط. وفي نفس الوقت معلومات برضو شفتها بالصدفه وانا داخل الامتحان، واخش واتفاجئ انها بتبقى اول سؤال في الامتحان، والحمد لله حلتها صح. الحقيقه ان انا الفتره دي لو رجع بيا الزمن عارف اعمل ايه؟ كل اللي هعمله ان انا كل ما احس بوجع هكلم ربنا. انا عايزك تكلم ربنا، مش بس تدعيه، انا عايزك تكلم ربنا في كل لحظه بجد. كل وقت انت حاسس فيها بتعب تقول يا رب انا بعمل الكلام ده، يا رب كرمني بالكليه نفسي فيها، يا رب انا نفسي في الكليه الفلانيه. اطلب من ربنا. وانت اصل انت ما طلبتش من ربنا هتطلب من مين؟ يا رب انا اتمرمطت في سناتر كتير، يا رب انا شفت الويل، انا كنت مدلل قبل كده، انا ما اعرفش ليه دخلني في السنه دي، بس يا رب انت اللي هتعدي منها، يا رب، متاكد من كده. عايزك تكلم ربنا كتير قوي والله، كلمه. انا عايزك تكلمه، اللي هو انت مش بس بتطلب من ربنا، عايزك ما تحطش حواجز بينك وبين ربنا كده. مش حافظ دعاء يا عم، ادعي باي حاجه، يا رب اخلص التراكمات اللي ورايا النهارده، يا رب الجدول كتير وانا تعبان، يا رب اليوم ما بيكفيش وما بيقضيش اي حاجه، يا رب وفقني وارزقني البركه في الوقت. انا عارف ان كليتي مكتوبه، يا رب تكون الكليه هي الكليه الفلانيه اللي انا عايزها دي، هندسه بقى، طب اللي انت عايزه يعني، صيدله، حقوق، وحاسبات ومعلومات، مستقبلها كبير جدا على فكره. يا رب انا عايز الكليه الفلانيه دي، طب يا رب انت لو ما كتبتهاش ليا انا معاك يا رب والله، يا رب كرمني بالكليه الاولانيه دي، يا رب انا معاك في كل حاجه، انا عارف يا رب ان انت اعلم بيا وارحم بيا من امي. طب معلش بس يا عم زياد، انا اسف يعني على السؤال، بس برضو بعد كل الكلام ده في صوت جوه دماغي بيقول لي انت في الكليه اللي انت نفسك فيها مش هتجيلك ومش هتخشها، وهتخش كليه تانية انت مش عايزها ومالكش اي نفس تدخلها. طب خليني يا عم اسالك سؤال، انا دلوقتي هسالك سؤال، هل انت مثلا قبل ما تتولد كان في ابلكيشن كده او استماره لقيت فيها ان والله محتاج سمع وبصر ومحتاج ايدين ورجلين واسره تكون كويسه واب وام، وكنت محتاج والله التكييف الفلاني، وكنت محتاج يبقى عندي بيئه اللي موفره لي كل النعم اللي انا بتمتع بيها في اللحظه اللي انا بتفرج فيها على الفيديو دي؟ هل كان في حاجه كده يعني؟ هل انت عملت حاجه كده؟ لو في ابلكيشن قول لي. في ناس كتير بتولد بعاهات وحاجات كتير وصمامات في القلب مقفوله ودنيا تانية انت ما بتعرفش عنها حاجه، فهل كان في حاجه كده مثلا نقول لهم عليها؟ اكيد طبعا ما كانش فيه الكلام ده. ربنا سبحانه وتعالى ده كل النعم دي من غير ما تطلبها منه، ما بالك لو طلبتها منه؟ الراجل ده سيدنا موسى عليه السلام، تخيل ان هو كان بيجري من ورا قومه وكان قدامه البحر، فخلاص انت بقى عندك حيطه سد، كل اللي معاه خلاص يا باشا، احنا سيدنا موسى احنا متنا خلاص، احنا ما فيش بعد كده. عارف قال ايه؟ قال كلا ان معي ربي سيهدين مليون. ما عندوش شك. عارف انت اللي هو انا ما عنديش شك في الكلام ده ربنا يا باشا. انت بتقول ايه؟ ده اللي ساترنا من ساعه ما عشنا، انت بتقول ايه؟ ده ربنا. كلا ان معي ربي سيهدين. عارف ايه اللي حصل يعني؟ تخيل بدماغك ايه ممكن يكون حصل في اللحظه دي. هل مثلا قومه ماتوا؟ لا مش حاجه بالسهوله دي. ربنا بيقول فانفلق البحر، خلاص البحر بقى نصين عشان سيدنا موسى يعدي، وبعد كده البحر يرجع تاني فيغرق اللي كان بيجري ورا سيدنا موسى. عشان عارف انك لسه عايز تطمن اكتر لفكرة انك ممكن تخش كلية تانية، قسما بالله لو عايز تنجح في اي كلية تانية هتنجح، ولو عايز تنجح من غير كلية هتنجح. مش هقولك بيل جيتس وصل لكام مليار وهو مش عنده كلية، مش بدع الكلام ده، مش هقولك الكلام ده يا عم. انا بس عايز افهمك انك والله لو عايز تنجح في اي حاجة تانية ايا كان اللي نفسك فيها هتنجح. هيبقى عندك نفس العلاقات، نفس المكانة الاجتماعية، نفس فخر اهلك بيك، نفس الفلوس، نفس كل حاجة، نفس ميزانك في الاخر. على فكرة انت لو كان نفسك مثلا تخش طب عشان تشفي 1000 واحد وما دخلتش طب، ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك اجر ال1000 واحد. ما انت اصل انت اللي منعك حاجه مش بايدك، فربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيخبي عنك اجر، عمره ما هيشيل عنك اجر زي ده. فانت لو في نفسك فعلا صادق ربنا سبحانه وتعالى هيديك الحسنات دي كلها في الاخره. فانت كل حاجه فعلا هتقدر توصلها ايا كان ايه الطريق، هو الطريق بس اللي ممكن يختلف، وان شاء الله يا عم مش هيختلف. ربنا سبحانه وتعالى مشيئته توافق ارادتك بحيث انك تدخل ان شاء الله الكليه اللي نفسك فيها. طيب عارف انت بقى ايه هو اللي مطلوب منك دلوقتي؟ ايه اللي فعلا انت المفروض تعمله دلوقتي؟ هو ان حضرتك مطلوب منك يوم الامتحان لما يجي ما يبقاش عندك ذره بخلت بيها من التعب. كل يوم من دلوقتي للامتحان انت عارف انك اليوم ده لو خلص انا خلص بكل ما فيا، مفيش ذره تعب هقدر اديها بعد كده. مش اديت 100% بس، ده اديت 1,000,000%. انا متاكد من حاجه زي كده. انا كل يوم بيعدي عليا انا مش بنام غير لما بتعب، انا بصحى ويا دوبك اللي هو اغسل وشي واصلي وما بنسى افطر اصلا، اللي هو بنسى افطر وبعد كده اروح على الدروس بقى ولا اعمل اونلاين
اونلاين ولا اذاكر ولا اعمل اي حاجه، انا مسحول. انا عارف ان انا من دلوقتي لحد الامتحان انا مسحول سحله، انا مفيش بعد كده. عارف انت اللي هو ايه، يعني انت بعد ما تخلص الامتحان ايا كان ايه هو الامتحان هتقول والله انا فعلا الماده دي ايا كان ايه هو حلي، انا مش هقدر اديها اكتر من كده، انا خلاص اديتها كفايتها من الاهتمام، انا ما فيش اهتمام اكتر من كده خلاص، اللي هو انا جبت اخري مليون في المية، ما فيش حاجه اقدر اعملها زياده عن كده. عارف انت والله لو عملت كده يوم النتيجه عارف ايه اللي هيحصل؟ والله هتبقى راضي باي حاجه ربنا كاتبها لك، لانك عارف ان النتيجه بعد كده هي جت من عند ربنا، مش انت اللي عملتها، انت ما عملتش، انت ما قصرتش في اي حاجه. انت يوم ما ربنا كرمني وكرمك وبعت لك الفيديو ده وفوق تصدقني انت ما قصرتش في اي حاجه، انت كنت مع ربنا سبحانه وتعالى، يا رب انا هجيب اخري وهموت نفسي عشان يا رب تكرمني بالنتيجه اللي بكرمك انت يا رب، مش بمجهودي وتعبي. والله اي حد كان في كليه دلوقتي كتير منهم، نسبه كبيره منهم كانوا بيعيطوا ربنا يا رب انا عارف ان انا ما استحقش، بس يا رب انا نفسي في دي يعني. ولسه والله فاكر ايام انا كنت فيها واعرف ناس كانت فيها، وهتلاقي كله بيقول لك كده، احنا فعلا كلنا ربنا هو اللي كرمنا، مش من شطارتنا ومجهودنا الفظيع اللي ما انتهاش طول السنه. انا عايز اوضح لك حاجه، ان انت بعد ان شاء الله لما تكبر كمان كام سنه كده، لما تخطب وتتجوز وتخلف ابن او بنت يعني، انت ساعتها درست بقى في التربيه والسلوك اكيد لازم عشان تعرف تربي الولد اللي جاي ده ان شاء الله، يعني اتمنى انك تعمل كده ان شاء الله. ساعتها لما ابنك يجي يقول لك والله يا بابا انا مثلا عايز 1000 جنيه مصروف في اليوم، هتدي له حاجه زي كده؟ ليه؟ لانك عارف ان الكلام ده غلط بعد كده. ابنك جه يقول لك يا ماما في زمايلي كل اصحابهم في المدرسه بيشربوا سجاير وانا نفسي اجرب السجاير دي، انا عايز السجاير دي باي طريقه، انا عايز الحاجه دي باي طريقه، اكيد انت مش هتسيبيه يعمل حاجه زي كده. طيب ليه؟ عشان انت كنت حكيم في الموقف ده، كنت شايف اخر الطريق، كان عندك الحكمه دي، ما بالك بقى بربنا عنده حكمه عامله ازاي؟ بالك وخليك واثق دايما في ربنا. في الاخير عايزك فعلا قريب من ربنا جدا الفتره دي، عايزك تجيب اخرك زي ما قلت لك، شوف ايه المواد اللي ما خلصتهاش وابدا من دلوقتي خلص فيها. ولو عايز يا عم مساعده، احنا كلنا دلوقتي على جروب التليجرام عاملين معسكر، صدقني كلنا بنموت نفسنا وبنجيب اخرنا فيه. هسيب لك اللينك بتاع فيديو المعسكر تحت، وهسيب لك برده قناه التليجرام تبقى تخش فيها. اشوفك فيديو جديد، واتمنى اكون افدتك باي حاجه. مع السلامه.